مخازن الأجهزة الإلكترونية التابعة لأحد الخواص بحي السعيد حمدين بالعاصمة. وفور ذلك هرعت سيارة الإسعاف والشركة والحماية المدنية لتطويق المكان وإخماد الحريق الذي أتى على أجزاء معتبرة من المخزن وانتقل إلى بعض البنايات السكنية المجاورة. الحريق أحدث ذهرا كبيرا بالحي الذي خرج سكانه إلى الشارع خوفا من أن ينتقل إلى مساكنهم المحاذية للمخزن. وقد تنقل إلى مكان الحريق الوزير الأول عبد الملك سلال من أجل الوقوف على عملية إخماده. إذا نترككم مع هذه الصور لزيارة عبد الملك سلال للوقوف على إخماد هذا الحريق المهول. إذا مشاهدينا لمزيد من المعلومات حول هذا الحريق نربط الاتصال بموفدنا إلى مكان الحريق شفيق بن شعبة. شفيق مساء الخير. شفيق مساء النور زميلتي ريما. إذن شفيق، ماذا عن هذه الحادثة وكذلك ماذا عن الخسائر المادية وكذلك البشرية إذا كان هناك خسائر؟ في البداية الحمد لله لم تكن هناك أي خسائر بشرية، يعني الخسائر هنا مقتصرة على خسائر مادية معتبرة. أين شب الحريق بمخازن محلات الإلكترونية سامسونج، والذي امتد إلى البنايات إلى الطوابق العليا من البنايات. وهنا يحضر معنا سيد عبد النور، وهو من أحد قاطني هذه العمارة، حيث يروي لنا كيفية اندلاع الحريق. سيدي، في البداية يعني كيفاش على متى اندلع الحريق؟ حنا كنا بالك هنا من الجماعة عاودنا جينا، وبداتيك ما فهمناش بالك اون ماسا هكذا صارت، وبداتيك بدات شوط الدخان يخرج بداو الناس قاعد على بعضهم ما يهبطوا منا بلاقل ولا شغل الحومه بزاف، ولا الدخان كحل. بداو يجوا لي زونفون، جات واحده زوج ثلاثه، ومن بعد لحقوا حتى لسبعه. تما اللي دخلنا الشك شغل بزاف، سبعه منا، وبداو شغل من سبعه، وبداو يلحقوا يعيطوا لحقوا 7 8 9. تعمرت الحومه كاع كيما راكم تشوفوا حتى لدوكا، من الزوج حتى لدوكا مازال الدخان يخرج. يعني وانتم يعني ما صار عندكم حتى اي خسائر ماديه بالنسبه للبنايات؟ ما طلعش، كاين غير الدخان، كاين بيبي برك عليه صارت كارثه. بيبي داروا له الاكسجين منها غير برا ما شغل تاع الجيران. نعم زميلتي ريما. نعم. كما تلاحظون أن ألسنة اللهب ما زالت لحد الساعة يعني مرتفعة من هذه البنايات، ورجال الحماية المدنية يحاولون إطفاءها. يعني وكان أتى الوزير الأول عبد الملك سلال ليقف على الوضع هنا من أجل متابعة عمل الحماية المدنية. شفيق، الجهات الرسمية أمثال الحماية المدنية ماذا أفرزت أولى التحقيقات أو التحقيق الأولي لهذا الحريق؟ ما سببه؟ بالنسبة للحماية المدنية يعني لحد الساعة رفضوا التصريح بأي تصريحات، لأنهم لحد الآن يواصلون عملية إطفاء الحريق. لاحظنا كذلك تواجد كثيف لعناصر الشرطة العلمية التي أتت هنا من أجل التحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث. شكرا جزيلا لك شفيق. على كل حال نتمنى لك السلامة ولجميع سكان الحي. الحمد لله أنه لا يوجد هناك خسائر بشرية، وهذا هو الأهم.